شيء وقع أراده الله. لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. هو التوحيد بيريح. فكل شيء وقع أراده الله، معكوسة، وكل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى الحكمة المطلقة الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. يعني عفوا، لو طفل قال لأبوه ما بدي أدرس الصف الخامس، قال له متى ما بدك يا بابا، على أول كلمة. هذا عوامر، راح على المدرسة، يكتب وظائف، راح على الملعب، راح على السينما، شاف حاله أسعد طفل. كبر، لك لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زوجة ولا أولاد، رفقته أطباء ومهندسين، قام حقد على أبوه. طبعا قال له لما كبر: ليش لما قلت لك بدي ما أدرس ما سلختني كف عمتني عنيف؟ اسمع الآية هلا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هلا تغير الاسم، مو مصيبة، رسول صار. يعني المصيبة رسالة من الله، فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. فكل شيء يصيب العالم الإسلامي هذا شيء ما بنعرف قيمته إلا بعدين. في شدة، في شدة من حاكم، في شدة من دخل، في شدة من مرض، في شدة. كل الشدائد عبارة عن وسائل لدفع الناس إلى باب الله عز وجل. مين هو الذكي؟ الذكي اللي فهم على الله أن هذه المصائب هدفها التقريب من الله عز وجل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. القرآن واضح. فالواحد سيدي بده يعني يقتطع من وقته وقت مين أنا وليش عايش. وأنا بسبب بالأربعين، كيف الأربعين مضت كلمح البصر. يا ترى بقيان لي قد اللي مضوا؟ العم الأغلب لا. طيب ما دام اللي مضوا ما شعرنا فيهم، واللي بدهم يجوا قد يكونوا أسرع. أقل، أسرع وأقل. بعدين على القبر هون بقى، هون حلك. فلذلك عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. بارك الله بكم.